حبايب قلب ام ادم، وحشتوني وحشتوني. السلام عليكم يا حبايب قلب ام ادم. بصوا ام ادم، النهارده هنعمل ايه بقى مع بعضينا؟ جيت من السوق لسه حالا طبعا. هنعمل ايه؟ هنعمل بيتزا مع بعضينا يا حبايب قلبي. قلنا نعمل بيتزايتين كده نتعشى بيهم ومع ده الرضا الحمد لله. بصوا كده هنفضي. استنوني يا حبايب. بصوا كده يا حبايبي، جهزنا الحاجه كلها. وادي اللحمه بتاعتنا ها. اللحمه بتاعتنا حالا نعمل ايه؟ نعمل حشو، بس نعمل العجينه الاول عشان نسيبها ترتاح. بصوا كده، هعمل كيلو لبن هفضيه. كيلو لبن قال هعمل كيلو دقيق. هفضيه كيس لبن ميدو كده، كنت واخده منه معلقه. وهفضيه كيس خميره. مهم. عشان هعمل كيلو. هعمل كيلو دقيق. وهنحط الميه بتاعتنا، واحط حته زيت عشان العجينه تبقى حلوه. وهنحط حته ملح، رشه ملح، وحته سكر اهو. حته سكر عشان ما تقوليش يا ام ادم نسيت الملح ونسيت السكر يا ام ادم. ادينا حطينا الملح والسكر هذه المره التانية. هنقلب كل المكونات دي كلها كده، اللبن مع الخميره مع الزيت مع الملح مع كله ده. هنفضي بقى كيس الدقيق اللي احنا جبناه. فضينا الكيس كله كده، ونفضي اللي ورانا ده، نحط في كيس الزباله بتاعنا ده. بصوا كده يا حبايب قلبي، شايفين؟ وهنبدا ايه؟ نعجن البتاعه دي. نفضي شويه ميه عشان اسيبها ترتاح من ما اعمل الحشوه. على قد ما العجينه انتوا عايزينها تطرى، على قد ما تحطوا ميه. مش عارفه اعاير الميه، عايزه ميه. وهذا بتعجن العجين دي حلو خالص. لازم نخليها العجينه تخش في كل المكونات كده، وبعدين نحط فيها الميه تاني. بصوا كده هنحط ميه. ابو ادم راح جاب له ميه. نحط شويه ميه كده ونفضل نعجن تاني. الم العجينه وارجع لكم يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم. بصوا كده يا حبايب قلبي، لما انا العجينه كده ها، شايفين؟ بصوا، شايفين العجينه؟ بس يا جنة دي لسه يوم اعمل لك بيتزا. بس شايفين العجينه؟ قعدت الم فيها. دلوقتي هنرش لها حته زيت كده، وهنسيبها ترتاح لحد لما تختمر معانا، لحد لما نعمل الحشوه. بصوا هي العجينه كده. قلت اعملها فيها في مكان واسع كده عشان اقدر ان انا المها. افضل ادعك فيها كده، وبعد كده ارش حته زيت واسيبها تختمر. خليك هنا انت، تعالى. الحاجه بتوقع لي. الواحد لو كان عندنا رخامه كنا نفضل نلمها في الرخامه. بصوا كده، شايفينها؟ نحط لها رشه زيت كده ها، كده. نشيل العجينه بتاعتنا بقى، نرش بخه كده من فوق دوبك كده بالايديكي كده.
هسيبها ترتاح بقى من ما اعمل الحشوة. كده غطيتها وهسيبها كده على جنب من ما تختمر من ما اعمل الحشوة. بص كده يا حبايب قلبي، قطعنا البصلة، هنسيب البصلة تدبل شوية وبعدين نفضي اللحمة عليها. بص كده يا حبايب قلبي، بنقطع بقى الفلفل الالوان بتاعنا، هنقطعه صغير كده، نقطعه نونو كده عشان ارش من فوق العجينة، على حسب بقى. في ناس بتقطع شرايح، في ناس بتخليها طويلة كده، انا بحب اقطعها صغيرة عشان ما تبقاش باينة في العجينة. العيال ما بيحبوش الحاجات دي اللي باينة في العجينة. بس عشان كده بقطعهم لهم صغيرين صغيرين، ومستنيه البصله كده تدبل. هنفضي كيس اللحمه دي اللي جايبينه. بصوا كده، بص كده قطعنا الفلفل بقى بتاعنا، هو قلبنا اللحمه بتاعتنا اهي دبلت اهي، قلبناها. هنروح نفضي شويه زيتون بقى عليهم كده. طفت على اللحمه وحطيت الحشوه بقى بتاعتنا، وادي الجبنه بتاعتنا الموزاريلا، جايبين طبق جبنه كده حلو عشان نعمل بيه. شايفين كده حشوه البيتزا بتاعتنا. هنبص على العجينه بتاعتنا بقى. بص العجينه بتاعتنا، بصوا شايفين ملبل، تمسكيها في ايديكي ملبل. هنحوش الحاجات كلها دي ونحط الصينيه بتاعتنا عشان نعرف نقطع. كده العجينه بتاعتنا بقى حطيتها في الصينيه كده. بصوا نبتدي ان احنا بصوا خلوهم يرتاحوا هنا واغطيهم. اعمل واحده 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 واحده. مش عارفه العجينه تخينه ولا انا متهيجلي، حاسه العجينه تخينه في ايديا ولا طريه. هنفرط فيها، خلوهم كده. هو الواحد حلو لما بيعمل ايه كوبايتين دقيق. خلوهم كده يرتاحوا. منها نفرط واحدة واحدة. هجيب الصينية. فرطنا البيتزا بتاعتنا لما تعبت، وحطيت فيها الصلصة بتاعتي، حطيت لها حتة زيت كده من فوق، وهنزل هنزل كده. عملتيها؟ ايوه يا ام عملتها اهو، بس لسه يا جنة لسه هتتحط في الفرن. اول حاجه نحطيها الحاجه بتاعتنا دي البيتزاية الكبيره. بعد كده هنحط اللحمه بتاعتنا. عينيا يا عمر، دي انا هحط لك يا قلبي. حاضر يا قلبي عيالي. بصوا كده شايفين
شايفين؟ هدوس عليها كده عشان ايه ما يقعوش من تحت اللحمه ولا الحاجه دي يعني. واحنا بنطلع كده مثلا اهو. بصوا شايفين الحشوه بتاعتنا؟ الله الله الله. هنولع الفرن ونزقها في الفرن. بصوا كده يا حبايب قلبي، ولحت الفرن طبعا. هحط شويه جبنه كده اهو، شويه جبنه موتزاريلا كده حلوين، انما الفرن كده تسخن معانا اهو. بصوا شايفين حته بيتزا عالميه يا ام ادم. كده جينا للعجينه التانية ها، وهنفرطها مع بعضينا برضه. هفرط فيها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي كده فردت العجينه كده ها، وقطعتها عشان هعمل شويه للعيال ياخدوهم معاهم المدارس بكره. بصوا كده، وهنستخدم العجينه دي تاني برضه. هعمل لهم ايه، عملنا لنا للعشاء وعملنا لنا للعيال ياخدوهم ايه. انا شكلتهم بالكوبايه الالومنيا اللي عندي. بص طلعت كديه البيتزا كده، طلعت صغيره حلوه. هعمل لهم كم واحده تاني، 2 تاني اهو. تعال نشكل هنا وبعدين نحطهم في الصينيه. كده ده اللي شكلناهم عشان للعيال. بصوا عشان هم قالوا لي يا ماما اعملي لنا بيتزا في المدرسه، قلت لهم اعمل لكم بيتزا تتعشوا ولا بيتزا في المدرسه؟ قالوا لنا نتعشى وناخدها في المدرسه. رحت قلت اعمل لهم كم واحده كده صغيرين، كل واحد 2 كده في اللانش بوكس، وياكلوهم في المدرسه يفرحوا زي اللي بيبيعها في المخبز بتاع الفينو. بس ما بيضيفش عليها لحمه، احنا بنضيف عليها فلفل الوان، فلفل اخضر، زيتون، لحمه، بنضيف عليها كل المكونات يعني. نخلي الفلفل كده يلزق في العجينه عشان ما يوجعش منهم، ما يوجعش من العجينه كده اهو. نفرطها يعني كده اهو، شويه زيتون على شويه فلفل، شويه زيتون على شويه فلفل. حاجه صحيه في البيت، انت عارفه انت اللي عاملاها لعيلك، حتى لو ما كانتش قد كده، بس العيل بيفرح باقل حاجه اهو. قولوا لي ام ادم عرفت اعمل ولا ام ادم فاشله؟ بس بحاول طبعا يعني، بعمل اكل بيتي لعيالي بحاول. والاكل بيطلع جميل وعسل عسل كده. بصوا كده شويه لحمه من فوق. العيال بتحب الحاجات الحلوه ده على فكره والله، يعني احسن من الجبنه كل يوم. عطينا لهم جبنه، عملنا لهم بياض، لازم ياخدوا حاجات مشكله. عملت لهم مره ستريبس، يعني مش كل مره هنعمل نفس الاكل، لازم نشكل للعيال عشان ما نحسسهمش بالملل. الاكل هو اللي بيشافوه، هو اللي بياكلوه، مش هينفع طبعا. لازم نحسسهم ان احنا بنعمل لهم اكلات مختلفه. بصوا كده شويه جبنه كده يسيحوا من فوق اهو. بصوا لو رحنا جبناها لهم من المخبز دي مش هياكلوها، عشان ما بيحطش لحمه، يا دوبك فلفل، يا دوبك حته زيتون من فوق ومعدن على كده، وبتبقى مش عارفه ب10 جنيه ولا ب5 جنيه في عند بتاع الفينو. بصوا ايه رايكم في الحلاوه والجمال اللي عملت ام ادم النهارده؟ يستاهل اللايك والاشتراك وكومنت حلو لام ادم، وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد يوصل لكم من عند ام ادم. استنونا نشوف ايه النتيجه بعدين. وكده عملنا واحده تاني طبعا، يبقى 2 كبار والصينيه الصغيره المدورين اللي انا وريتهم لكم، ولسه في عجينه واحده تاني. بصي العجينه بقى، كل ما تسيب العجينه ترتاح كل ما تبقى عامله زي ملبل بتبقى ماسكاها في ايديكي. هروح اعمل الصينيه الرابعه.
رابعة. ادي واحدة اتنين تلاتة، ربع صينية. مش هتكفي الصينية الصغيرة دي متهيألي انا. عايزين نجيب صينية كبيرة ونشوف، ممكن تكون تكفي. بس يا حبايبي حبيت اعمل حاجة حلوة كده اجربها، لو عجبتني هقول لكم ايه رأيي. بصوا حبيت ان انا اخد حتة عجينة كده وادورها كده اهو بايديا. بصوا واحط شوية احط شوية لحمة كده، شوية لحمة صغيرين على قد العجينة، واحط شوية جبنة كده اهو، ونروح ماسكين العجينة كده ومقفلين العجينة بتاعتنا اهو. بصوا ونلم كده بايدينا العجينة كلها، يبقى احنا حشناها لحمة وجبنة موتزاريلا وقفلنا عليها كده اهو. بصوا ولا لحمة باينة من ورا ولا اي حاجة اهو. نقفل عليها كده يفرحوا بها الاولاد، عملت لهم يتعشوا بها الاولاد غير البيتزا. بصوا عملت اتنين يعني، ادي واحدة وادي واحدة محشيين لحم ومحشيين جبنة موتزاريلا. البيتزا اللي كنت هفرطها معاكم حسيتها ان هي كبيرة على الصينية، قلت يا ما احنا نعمل حاجة حلوة كده للاولاد يفرحوا بيها. بصوا بدورها كده بايديا، يعني انا بعمل فاصل كده في العجينة عشان اقدر ان انا احط شوية اللحمة واحط شوية الجبنة الموتزاريلا بتوعتي دول، وهلم العجينة كده اهو. اعتبر زي الحواوشي لما بتعمليه في البيت، بس دي كانت عجينة كبيرة. حبيتش اعملها عجينة كبيرة عشان الاولاد يفرحوا بيها، يمسكوها كده ياكلوها زي الرغيف، واحطهم في الصينية يحمروا. بص عاملاها لهم صغيرة كده على كدهم. هنفرط بقى العجينة دي بتاعتنا اللي هنعملها واحدة كده كبيرة. بص كده يا حبايبي فرطت العجينة، انا حسيت ان هي تبقى تخينة كلها، رحت عملت 3 حشوة. حشت العجينة لحمة من جوه، وخلت دي كده عشان ما يبقاش سكمها تخين وتخمر معانا وتبقى مش بيتزا، تبقى كيكة. انا حبيت ان انا اخف العجينة كده. اخر عجينة معانا اهو، اخر حشوة معانا. حبيت ان انا امشي معكم خطوة بخطوة عشان تعرفوا ان انا عاملة كام بيتزا، وعاملة حساب الاولاد ان هم ياخدوا معهم المدرسة الصبح، ويعني عشان نبقى حلوين كده وكتار، عشان ما اعملش اكل تاني الصبح للاولاد، يبقى جاهز اللانش بوكس، يبقى جاهز على السخين وخلاص. اخر حشوة معانا نحط كل اللي عندنا بقى، بس اللحمة عندنا كتيرة، لو زادت هشيلها في الفريزر مرة تاني نعوزها، صح يا حبايبي؟ بص اللحمة كديه، هنحط شوية لحم كده من فوق، ولو زادت معانا شوية نحطهم في كيس كده يكون نظيف، وهنحطهم في الفريزر. ممكن نعمل مرة رغيف حواوشي كبير كده، وشوية جبنة كده من فوق. شوية جبنة حلوين كده غمة. هنطلع دول وندخل الاتنين دول، واحط دول في صينية كده صغيرة. بص كل ما تسيب العجينة تختمر تدوس عليها تاني كده، هتفرط العجينة. كل ما سبتها كل ما تختمر. ندهنها شوية صلصة كده من فوق من اللي عندنا، ونحطهم فين؟ في الفرن. في حتة عجينة هنا زي هنا، بس عاملة زي الملبل. حتة عجينة لما انا عملت البيتزا الصغيرة زادت مني البواقي يعني. نحط لها شوية لحمة كده، ونحط شوية جبنة موتزاريلا كده اهو، ونقفل عليهم. نقفل كده حاجتنا كلها من هنا ومن هنا، نمسك الطرف كده ونعمل كده 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 كده، ونكورها كده.
عجينة البيتزا دي بتبقى عاملة زي الملبل في ايديكي، بتبقى جميلة قوي وبحبها. بحب اعملها قوي عشان بتبقى خفيفة. بصوا كده، ادي الاربع حشوات طلعوا معنا، وادي الاتنين اللي هدخلهم الفرن حالا، بس يطلعوا دول وادخل دول. شايفين البيتزا بتاعت ام ادم النهارده؟ ايه رايكم بقى؟ ام ادم عرفت تعمل ولا فاشله ما بتعرفش تعمل حاجه؟ بعرف اعمل ولا ما بعرفش يا حبايب قلبي؟ انا تعبت. استاهل اللايك والاشتراك وكومنت حلو. شايفين وشي؟ شايفين شكلي واقفه في المطبخ وعجنت يا لهوي. بس خلصت الحمد لله، يعني كده خلاص، مستنيين الاكل يطلع من الفرن واوريهولكم. حبايب قلبي بص كده، طلعنا الصينيتين اللي احنا حطيناهم في الاول. بصوا شايفين البيتزا بتتقلب يمين وشمال؟ بصوا، الله 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 الله، والريحه خطيره. وادي الصينيه الثانيه اللي قطعناها للاولاد يروحوا بها المدارس. بصوا، ولا حاجه لازقه ولا حاجه، الحمد لله يا حبايبي. بصوا، عسل 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 عسل. بصوا كده يا حبايبي، رصناها هنا عشان نحط بتوعتنا دول. بصوا كده، هنحط دول اللي احنا حشيناهم، حشيناهم لحمه بتوعتنا. وهنحطهم في الفرن، بس يطلع التانيين اللي احنا حطيناهم الاتنين، ودول هغطيهم واشيلهم للاولاد عشان الصبح يروحوا بهم المدارس. ادينا هقطعكم. ادينا هقطع لكم اهو. عيالي جعانين مش صابرين لما البيتزا تبرد يا حبايبي. راح اجيب معلقه اطلعها. بصوا كده يا حبايب قلبي اهو، ادي البيتزا كده بتاعتي هي. هنقطعها عشان ندي الاولاد يدوقوا. مش صابرين دول، مش صابرين يا حبايبي. حشوه بتلزق فيها السكينه. هنقطعها وارجع لكم. بصي يا حبايبي، بصي البيتزايه، شايفين؟ عسل 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 عسل. اقطعهم واحط لهم في اطباق ياكلوا. بصوا كده، قطعت للاولاد بس انا باكل. بصوا الحشوه عسل وجميله. بصوا قطعت لهم كده. يلا خدوا هالطبق، كل واحد حته، يلا بره. يلا يا حبايبي، كل واحد حته، يلا. بس عسل عسل، الطعم خطير، الطعم عسل. كل واحد خد حته يما. طب يلا يما روح. جابوا لي الطبق فاضي، شايفين؟ من هنا والشفا على قلبهم. بصوا شايفين البيتزا سمكها كده، هو خفيف كده ورقيق. عسل، طعم خطير، طعم جميل. بصوا من تحت محمرة كده وطعمها تحفة. تعال خد حتة يا ابو ادم. اها، خد يا ابو ادم. تسلم ايدك يا ام عادة. تسلم. ويلا سلام يا حبايب قلبي. شفتوا البيتزا بتاعتنا بقى؟ باي. ولا تستنوا لما تشوفوا الباقيين؟ استنوا لما تشوفوا الباقيين. بصوا كده، طلعت الاتنين التانيين من الفرن. طلعنا اول واحدة كلناها، وادي الاتنين التانيين هم لسه مطلعوهم من الفرن. شايفين؟ بصوا لسه مطلعوهم من الفرن اهو. نحط الصواني كده هناك، مش عايزينها في حاجة تانية الصواني. بصوا لسه طالعة موحوحة من الفرن. شايفين؟ وده اليوم اللي شايلينهم من الاولاد اللي انا قلت لكم عليها. شايفين يا حبايب قلبي؟ والبضاعات اللي احنا حشيناهم لحم دول في الفرن، لحمه وجبنه موزاريلا لسه في الفرن. ايه رايكم النهارده يا حبايب قلب ام ادم؟ شايفين؟ بص العجينه من تحت طايبه وزي الفل اهو. شايفين؟ بصوا عسل 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 عسل. دول هينفعوا العيال في المدارس. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في عميل ام ادم؟ يطلعوا العجينه اللي احنا حاشينها وهوريهم لكم بالمره.
وطلعنا العجينة التانية كده من الفرن اهي، بس موحوحة سخنة، سخن مولع، لسه حالا طالع من الفرن. بصوا حاجة مولعة، شايفين؟ بصوا ما تقولوش ني، لا ده انا عملت على قد ما اقدر اهو. شايفين الفرن التحتية مية مية، تفحم الحاجة. ايه رايكم في الوليمة بقى اللي عملتها ام ادم النهارده؟ ام ادم تعبت غير البيتزا اللي احنا كلنا واحنا بنعمل الاكل، مش مستنيين يطلع الحفلة بتاعت ام ادم دي كلها. شايفين؟ عسل. عايزه اكسب لكم واحده بقى من دي، بصوا مولعه. بصوا هو مقرمش عامل زي الحواوشي. بصوا كده. تعالوا نوطي الكاميرا كده ها. بصوا الجبنه مع اللحمه بز الحشوه بتاعتنا كده دي. ويلا سلام يا حبايب قلبي، اشوفكم بخير وسعاده وهنا مره تانية ان شاء الله. يلا باي.